تخيلوا إن في وحدة لعبت على زوجها وأوهمتها إن هي فيها اكتئاب. هذه القصة أمس قالتها دلال بالسناب. بصراحة من سمعتها وأنا مرة مقهورة كيف وحدة تقدر تسوي كذا بزوجها. هذه البنت تقول بعد 4 شهور زواج أنا أحب زوجي وزوجي يحبني. سويت حركة أعتقد إنها سوتها لأنها كانت فاضية أشغال أو قررت تكسر روتين أو تضيف القليل من الإبهار إلى حياتها. راحت كتبت بمحركات البحث في جوالها كيف إن الإنسان يقدر ينهي، وأنها هي مكتئبة وأنها تبحث عن حلول لهذه المشكلة. يعني اللي يمسك جوالها ويشوف محرك البحث عندها يقتنع اقتناع تام أن هذه البنت تعاني من مشكلة كبيرة بالاكتئاب. وكانت هذه الخطوة الأولى من الخطة. بعدها جلست عند زوجها وقالت اسمع أنا أحس فيني خمول وما أعرف إيش، في دواء أنا آخذه، عادي تبحث لي عن الآثار الجانبية، ممكن أن الخمول هذا من الدواء هذا. وأعطته جوالها عشان يبحث بجوالها، ولما جاء يبحث طبيعي إنه راح يشوف إيش الأشياء اللي هي بحثت عنها. بعد ما قرأ كل هذا وانصدم راح لغرفتها وجلس تقريبا ساعة كاملة من الصدمة، وجاها قال لها ايش رايك اخذ اجازة من الشغل ونسافر ونروح نغير جو. يعني بطبيعة الحال زوجي يبغى يساعد زوجته بانها تطلع من هذه المشاكل اللي هي فيها. وفعلا اخذ زوجته وسافروا، وطول السفرة كان يداري خاطرها واللي تبيه يسويه ويحاول قدر المستطاع بانه يسعدها. المهم سافروا وانبسطوا وخلصوا ورجعوا. بعد ما رجعوا بفترة خف الاهتمام شوي لأن نفسيتها بدأت تتعدل. يعني مو خف أن زوجها صار ما يهتم فيها، لا، بس هو كان يعتني فيها ويهتم فيها اهتمام مكثف لأنه كان معتقد أن هي تعاني من مشكلة نفسية، فكثف هذا الاعتناء عشان يطلعها من هذه المشكلة. فلما شاف أن نفسيتها بدأت تخف شوي رجع إنسان طبيعي. هي لا، قررت أنها ترجع تعطيه جرعة زيادة عشان يرجع الاهتمام إكسترا زي قبل. فوش صارت تسوي بعد فترة من رجعوا من السفر؟ صارت تجي تسولف معه إن أنا تعبانة، أنا يعني أحس إن مالي خلق، أحس إني فقدت الشغف، أحس إن عرفته تعطيه جرعات اللي أنا بديت أفقد شغفي بالحياة وأملي بالحياة، عشان هو يرجع يعطيها نفس جرعة الاهتمام الهائلة اللي أعطاها إياها بهذيك الفترة. وفعلا نجحت الخطة للمرة الثانية وصار يعطيها نفس الاهتمام. طبعا هي مو جاية تقول السالفة إنه شوفوا أنا إيش سويت في زوجي، هي جت تسأل وتستفسر إيش رأيكم بهذه اللحظة أنا إيش أسوي؟ أعترف له أو لا؟ ليش توها تقرر إنها تعترف له أو إنها هي تنهي اللعبة اللي هي سوتها؟ لأن الموضوع انقلب ضدها. تقول زوجي من كثر ما يفكر فيني وكيف يساعدني ويطلعني من هذا الاكتئاب أوقات قبل ما ينام أسمعه يبكي. يعني هو وصل للمرحلة من اليأس، مو عارف إيش يسوي، يبغى يساعدها بس مو عارف كيف يساعدها، يبغى يسوي لها كل شيء بس مو عارف وش يسوي، وهي بالأساس ما فيها شيء. طبعا ردت عليها دلال وقالت لها أنا أشوف من وجهة نظري أن لا تقولي له لا تعترفين له، لأنه بالنهاية ما راح يصدقك أبدا بالمستقبل. وفعلا هي بس راح تعترف له بهذا الشيء وراح تقول أن أنا أوهمتك وأنا كذبت عليك وأنا قلت لك وأنا ما فيني شيء، بيكسر حاجز الثقة بينهم ويصير بعدين مستحيل يثق فيها بأي شيء. عموما القصة هذه خلتني أفكر بأشياء مرة كثيرة، إن ليش الشخص يعني حتى وهو يحب الشخص اللي قدامه، يعني هي بداية القصة قالت أنا أحب زوجي، كيف تسوين؟ يعني كلنا نعرف أن لما مثلا أنت تروحين لشخص يحبك وشخص أنت تحبينه وتقولي له مثلا أنه صار موقف اليوم ضايقني، إحنا نعرف أن هذا الشخص لأنه هو يحبنا راح يتضايق، فكيف تقولين يعني توصلين فكرة أن أنت مصابة باكتئاب لدرجة أن أنت مستعدة أن إيش هذا الحب؟ قد كذبتوا كذبة كبيرة على شخص تحبونه بعدين تحسفتوا ما عرفتوا شو تسوون؟ إيش كانت الكذبة وكيف تصرفتوا؟ هل اعترفتوا أو سكرتوا الموضوع وخليتوه يمشي؟ وبالنهاية نصيحتي للكل، أبدا 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 لا تكذبون بهذه المواضيع. واليوم تصويرنا للمحتوى